انا عارف انك حاسس ان اليوم بيروح منك وما بتلحقش تنجز اي حاجه ومتسوح على الاخر خالص. تيجي تبص على اخر اليوم، ايه ده؟ يا دوبك انا صحيت، كلت، مش عارف، رحت مشوار، خلاص كده اليوم خلص. انا عارف ان انت بتمر ده دلوقتي. انا جبت لك طريقه عمليه ولخصت لك كل ده في الفيديو ان شاء الله. هنجيب بس الاول عشان بدات قبل ما اجيبها وكده، فثواني وجاي. طيب، اول حاجه لازم تبقى فاهم ان مش كل حاجه يبقى لها اولويه في يوم. مش اولويه مثلا انك تقعد على القهوه، زي اولويه انك تروح التمرين، زي اولويه انك تذاكر تروح الشغل. ايا كان النشاط اللي في يومك او في حياتك، مش كله ليه اولويه. ده مثلا ده ليه ساعتين في اليوم، ده ليه 3 ساعات، ده ليه نص ساعه، هكذا يعني. فاهمني؟ لازم تبقى فاهم اول حاجه ان المعضله اللي مخلياك مش كل حاجه تديها نفس الوقت اكيد. يعني التمرين مثلا ساعه ونص ساعه، تديله ساعه ونص ساعه. المذاكره 3 ساعات، تديلها 3 ساعات. القهوه مثلا مش تقعد فيها بال5 ساعات، يعني بكبرها قوي ساعه، ساعه ونص، عشان بقيه اليوم والمحتويات اللي انت هتدخلها في اليوم يبقى ليك مساحه لوقتك. بس اول حاجه انا عايز اسالك، انت ليه عايز تظبط نومك وتظبط وقتك والوقت بيروح منك؟ هتقولي عشان مش بعرف اخلص كذا 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 كذا. انا عايزك بقى تجيب شويه الحاجات اللي هم كذا كذا دول، اللي هم كذا حاجه اللي انت عايز تعملهم طول اليوم. هتجيب نوته صغيره، نوته اهي بسيطه اهي حلوه جميله. هتجيب نوته صغيره هتكتب فيها انا عايز اعمل كذا بكره. واحد اتنين تلاتة مثلا، وليكن مثلا 10 تاسك أو 5 تاسك، أيا كان اللي عندك بكرة. هتكتبه في ورقة وقلم، وهتكتبه ازاي؟ بالترتيب اللي أنت عايز تمشيه بكرة على حسب اليوم. أول حاجة مثلا، هتصحيت من النوم الساعة 6، اتعلم صحيت الساعة 6. عندك كلية مثلا، عندك شغل من كذا لكذا، هتعلم. هتروح الجيم تعمل كذا، عندك مشوار كذا، عندك كذا، فاهم؟ فأنت هتكتب النوتة دي، هتلخص لك كل حاجة. وقبل ما تنام بالليل تكون كاتبها، وعندك تبقى محدد الأهداف والأولويات اللي عندك. وطبعا على حسب ايه اللي هيخلص الاول، فانت هتظبطه وتظبط الدنيا دي كلها. فالنوتة دي هتفرق معاك جدا يعني، فوق مما تتخيل. طيب، اول حاجه عشان تبدا تظبط وقتك وتظبط يومك والدنيا دي كلها، اول حاجه لازم تظبط الساعه البيولوجيه بتاعت النوم. انا عارف المشكله دي بتقابل ناس كتير، وناس كتير بتسهر وكده، فانا هقول لك تعمل ايه. انا عايزك تصحى الساعه 6. انت دلوقتي بتنام الساعه مثلا الساعه 2 بالليل او الساعه 3 بالليل، فهتنام النوم بتاعك العادي. هتصحى مثلا الساعه 6 او الساعه 7، تظبط المنبه وتصحى 6 او 7. طيب انت كده نمت مثلا حركه 3 ساعات 4 ساعات، حلو قوي، انا عايز ال4 ساعات دول. بعد كده هتقعد طول اليوم ما تنامش، تمام؟ هتحس ان انت عايز تنام على الساعه مثلا، على الساعه تيجي 10، على الساعه تيجي 11، كبرها قوي 12، وتحس انك عايز تنام خلاص فصلت. فهتنام وهتلاقي نفسك نمت ال8 ساعات. هتصحى مثلا على الساعه 6 او الساعه 7 بالكتير قوي. فده هيبقى الروتين بتاعك خلاص كده. هتعود جسمك وهتعود نفسك ان انت هتصحى الوقت ده، مش تصحى يعني بعد كده. خلاص كده حلو قوي كده زي الفل. طيب هتعمل ايه بقى اول ما تصحى؟ عايزك اول ما تصحى اهم حاجه ما تمسكش الموبايل. ما تقعدش تسكرول تقلب مثلا مين بعت كذا، مين عمل كذا، مين نزل كذا. فعايز كل ده ما يشغلكش يعني، كل ده فاهم، تسيب الموبايل على جنب كده. يا ريت لو انت قبل ما تنام تبقى قافله في المكتب او عينه في درج، فاهم؟ تصحى ما تلاقيهوش في وشك يعني. هتصحى تغسل وشك او تستحمى ايا كان، وتشرب القهوه بتاعتك. كده مثلا عدى نص ساعه من الوقت. بعد كده هتعمل ايه بقى؟ انا مش عارف اقول لك التنظيمه كلها بتاعت اليوم. انا مش عارف، انت عندك اكيد كليه واللي عنده شغل، فانا مش هعرف الم كل ده. بس انت دلوقتي يعني دلوقتي هتفطر وتشرب القهوه وصحيت من النوم. وليكن مثلا انت شخص مثلا عندك كليه او عندك شغل، فانت هتعمل ايه؟ انت دلوقتي كتبت في الورقه اللي احنا قلنا عليها في الاول، انت الاهداف بتاعت اليوم. هتروح الشغل مثلا، هتخلص مثلا الساعه، وليكن مثلا خلصت الساعه 1، هترجع بعد كده تروح التمرين. بعد ما تروح التمرين، عايز مثلا تروح مشوار، هتكون كاتب المشوار ده امبارح بالليل زي ما قلنا. تكتب في الورقه كذا كذا كذا، عندي كذا كذا كذا، ستيب كده لسه عايز اظبط كذا كذا. رحت مثلا مشوار، خلصت الشغل وخلصت الجيم خلاص. بعد كده افضي مثلا ساعه اقعد على القهوه مثلا مع اصحابي، اروق الدنيا، فاهم؟ اصفي نفسي كده، اقعد ساعه على الموبايل كده. يبقى انت ضيعت ساعتين حلوين قوي. انك تضيع ساعتين في اليوم الترفيه ده حاجه جامده جدا. بعد كده يجي بالليل، انت هتعمل ايه؟ ممكن مثلا تقرا كتاب، تطور من نفسك، تقعد تتامل مثلا. عندك اي نشاط انت عايز تعمله طول اليوم انت كتبته في النوتة اللي احنا قلنا عليها، يبقى معاك مساحه الوقت. يعني انت صاحي من الساعه 6، فمعاك مساحه الوقت، مساحه كامله من 24 ساعه. هنقسم مثلا منهم ال8 ساعات، فهيبقى معاك مساحه كامله انك تنجز فيها كذا حاجه. اهم حاجه او الحاجه الرئيسيه هي النوم. شفت النوم فاضلنا قد ايه من اليوم؟ ففاضلنا يعني مساحه كبيره قوي طول اليوم. دي كانت اهم نقطه يعني. تاني حاجة، وهي إنك هتقلل من السوشيال ميديا شوية. طيب هتقول لي أنا يومي كله بيروح، ما هو بسبب السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بتضيع لك اليوم تقريبا حرفيا. أنت تقعد تسكرول على الانستا أو أيا كان، تسكرول مثلا ساعة في ساعة في ساعة. إيه ده؟ أنا قفلت 5 ساعات قاعد على الموبايل. 5 ساعات لو أنت تقدر تعمل فيهم، تروح الجيم وتخلص مشاوير وتعمل حاجات كتير قوي في ال5 ساعات دول. فالوقت كبير والوقت ثمين اللي أنت بتضيعه، فاهمني؟ فبتيجي تاني يوم تعمل نفس السايكل، تعيد نفسها. فالموضوع مش لطيف يعني. فحاول تقلل الموضوع ده، لان الموضوع ده
يعني يعتبر هو السبب الرئيسي انك مش عارف تظبط اليوم، او اليوم ما فيهوش بركه من الاخر يعني، فاهم؟ فلازم تظبط حوار الموبايل ده، هتقلله مثلا بالكتير ساعتين قوي في اليوم، يعني حلوين قوي دول يعني. طيب في مشكله بتقابل ناس كتير، يعني اللي هو مش متعود على الصحيان بدري، والموضوع بالنسبه له جديد، فهو مش عارف يعمل ايه. هو دلوقتي صحى مثلا الساعه 6، هو مش عارف يعمل ايه، هو مش عارف الانشطه اللي عليه، هو اتعود ان هو بيصحى متاخر واليوم بيروح منه. طب يبدأ يعمل ايه؟ يعني الموضوع فاهم مش هيجي بالبداية كده في أول أسبوع كده يبقى سهل، الموضوع هيبقى صعب جدا في أول أسبوع. طب يبدأ يعمل ايه؟ أنت دلوقتي صحيت مثلا الساعة 6 مثلا، ما عندكش شغل، أو مثلا ما رحتش الكلية، أو ما عندكش كلية النهاردة أو مدرسة، تمام؟ هتعمل ايه؟ هتصحى مثلا، هتصحى تذاكر الثلاث ساعات، ظبطت الثلاث ساعات دول مذاكرة خلاص تمام، دول بعد كده هتنزل مثلا الجيم، تروح ساعة ونص كده تتمرن، تكون أكل قبلها وجبة قبل التمرين. بعد كده الساعة مثلا وصلنا للظهر، عندك مثلا مشوار، عندك درس، عندك مثلا بتروح كورس، عندك شغل. بعد مثلا الظهر هيجي بالليل هتعمل ايه؟ ممكن مثلا تقرا كتاب او تقعد على الموبايل شويه كده. يعتبر ايه، برتب لك المهام بحيث ايه نكون شاملين شويه فئه معينه مثلا او فئه كبيره، لان انا مش عارف زي ما قلت لك النشاطات بتاعت يومك عامله ازاي. فاديك مثال يعني، فمثلا هتروح تقعد على القهوه ساعه ونص، هيبقى لك ساعه مثلا تقرا كتاب، إيه، تطور من نفسك. لو انت مثلا عايز تبقى صانع محتوى وبتحب الفيديوهات زي ما انا بعمل كده، بخلص كل مهام يومي واجي بالليل اصور فيديوهات، فتحاول تظبط وتنظم اليوم بحيث المهام اللي احنا قلنا عليها تكون كلها ان شاء الله تبقى عندك كلها صح صح يعني. مش لازم تبقى ايه فوتت تاسك ولا حاجه طول اليوم. وطبعا عايز اقول لك حاجه، يعني لو مش مهم انك مثلا تقعد على القهوه كل يوم، يعني مش كل يوم هقعد على القهوه، يعني ممكن تشيلها تحطها مثلا كل يوم جمعه بس، فاهمني؟ مش لازم كل يوم هقعد على القهوه كل يوم بقى. انا قلت مثلا انك تقعد على القهوه وترفع مش كل يوم، فاهم؟ يعني ممكن تبدلها بحاجه احسن، زي ما قلت لك تقرا كتاب او تطور نفسك او تسمع بودكاست، فاهم؟ فالموضوع هيفرق معاك، يعني انك تشتغل على نفسك شويه مثلا ساعه او ساعه ونص. فالموضوع هتلاقيه بعد مثلا بعد شهر، بعد اسبوعين، في اسبوع، في اسبوع، بعد شهر، في شهر، هتلاقي الموضوع بدأ يفرق معاك وانت بدأت تتطور. يعني شايف انك ايه ده، اليوم بقى الحمد لله بقى بينجز كتير، واليوم بقى فيه بركه يعني. في فيديو انا منزله على القناه وبيعلمك ازاي تكون ملتزم وازاي تستمر، يعني كمل الفيديو ده وبعد كده روح شوفه هيفيدك جدا، وانا شرحت فيه كل حاجه عشان تكون شخص ملتزم وازاي تجبر نفسك انك تخلص المهام دي، فيعني هيفيدك جدا يعني. يعتبر كده انا لخصت لك كل حاجه عن تنظيم، ازاي تنظم يومك وازاي تنظم وقتك، والطرق دي انا بستعملها. يعني موضوع النوتة ده اللي انا بعمل ازاي المهام والتاسكات هخلصها طول اليوم دي انا بستعملها، او فرقت معايا شخصيا يعني، خلتني حتى انا بكون ناسي بكره مثلا عندي مشوار كذا، عندي ميعاد كذا، عايز اعمل كذا، فببص في النوتة، اه خلاص انا فاكر عندي كذا كذا، عندي المسؤوليات والاولويات بتاعتي تبقى كذا كذا كذا، فاهمني؟ فموضوع النوتة ده اساسي معاك، يعني ما تحاولش انك تفوت الموضوع ده. كده يكون خلص الفيديو، يا رب اكون فدتك وتكون عرفت بجد ازاي هتعرف تستغل يومك وازاي يومك ما يروحش منك. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك، واستني في الفيديوهات الجايه.